سنزور اليوم بلادا كان العرب يسمونها المغرب الأقصى لأنها تقع في أقصى العالم الإسلامي. لكن المملكة المغربية في الواقع بلد يطل على بحر أبيض متوسط ومحيط أطلسي هادر، فجمع بين فضل الاثنين وزادتهما عراقته فضلا على ذلك الفضل. جولة سريعة بين مدن المغرب تشعرنا بمعنى أن يكون هذا البلد وريث الأندلس في العمارة البديعة والثقافة الأصيلة وأناقة الملبس والمأكل. رحلتنا تبدأ من أكبر مدن المملكة، من الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب. لكن ما يميز هذه المدينة شيء آخر، إنها مدينة تتمازج فيها مدن كثيرة، ففيها بعض من بغداد وأطراف من القدس وقطع من القاهرة وملامح من مرسيليا وحالات من دمشق، وفيها ميناء برازيلي الطابع ومقاه بسحنة إسبانية وإيطالية. أما أيقونتها الكبرى فهي مسجد الحسن الثاني الذي يعد فلسفة معمارية حضارية بطابعه المعماري الأندلسي المغربي. وتتواصل الرحلة لنبلغ الآن مدينة يوسف بن تاشفين أو المدينة الحمراء مراكش، مدينة الراحة والسياحة والحدائق الجميلة وبيوت مشاهير العالم. لكن شهرة مراكش الحقيقية توجد في ساحة جامع الفناء، أشهر فضاء شعبي للفرجة والترفيه ومشاهدة البهلوانيين ومروضي الأفاعي. وتستمر رحلتنا في مدن المغرب لنقصد الآن مدينة المساجد فاس، المحاطة بسور تاريخي وثمانية أبواب بديعة الصناعة. أما أعرق المؤسسات العلمية في العالم الإسلامي فتوجد في هذه المدينة، إنه جامع القرويين الذي بنته فاطمة بنت محمد الفهرية القرشية سنة 245 هجري 859 ميلادي. أسمته بذلك الاسم نسبة لمدينة القيروان التونسية. هنا درس كبار علماء المسلمين مثل ابن خلدون وابن باجة، وحول المدينة لمنارة للعلم ما زالت منيرة لليوم. وتنتهي رحلتنا في عاصمة المغرب الرباط الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي. كانت مدينة الانطلاق الأساسية نحو الأندلس سابقاً، ثم أصبحت مدينة الاستقرار للأندلسيين بعد سقوط دولتهم. أما اليوم فهي مدينة للمتاحف والثقافة والمعالم التاريخية والجامعات الحديثة والمشاريع التنموية الضخمة التي ستجعل من المغرب بلداً يطيب فيه التعايش بين التراث والمعاصرة.